بالنسبه اللي كينتقدوا كنتمناهم انهم يعرفوا ينتقدوا، لحقاش حنا عندنا عائلات وعندنا والدين كيدخلوا يقراو داك الشيء. من أزقة ودروب العاصمة العلمية فاس إلى مهاجم بارز في الدوري الإسباني، اللاعب الذي تعرض للانتقادات والتنمر من طرف بعض الجماهير المغربية والصحافة الرياضية قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022، إلى محبوب المغاربة والهداف التاريخي لأسود الأطلس بنهائيات كأس العالم يوسف نصيري نجم الفريق الأندلسي إشبيليا. عاش مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ضغطا كبيرا من طرف الجماهير والإعلام الرياضي بعد استدعاء نصيري اللائحة النهائية التي خاضت مونديال قطر 2022، إلى أن مدرب أسود الأطلس وضع ثقته الكاملة في اللاعب وأشركه أساسي في كل المباريات التي خاضها المغرب بمونديال قطر، فلم يخيب المهاجم الشاب ثقة المدرب فيه وصنع التاريخ مع المغرب والقارة بأكملها عندما سجل هدف النصر أمام البرتغال ليصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي لكأس العالم. النصيري يعود للتألق بعد مونديال قطر 2022، وصل يوسف لهدفه ال50 في الدوري الإسباني مع 3 أندية مختلفة، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي مالاغا وسجل له 5 أهداف قبل أن ينتقل إلى نادي ليغانيس ويحقق 13 هدفا بقميصه، ثم ناديه الحالي إشبيليا الذي سجل بقميصه 32 هدفا. من جهة أخرى سجل النصيري في مسيرته الاحترافية 67 هدفا خلال 230 مباراة، منها 50 هدفا في لا ليغا و6 أهداف في كأس ملك إسبانيا و8 أهداف مع إشبيليا في دوري أبطال أوروبا و3 أهداف بالدوري الأوروبي. كما أصبح النصيري الهداف التاريخي للمغاربة بإسبانيا بعد بلوغه 67 هدفا في مجموع المسابقات، متجاوزا الراحل العربي بن مبارك الذي سجل 55 هدفا، متخطيا يوسف العربي الهداف التاريخي لنادي غرناطة الذي كان يملك 45 هدفا. النصيري يكافئ مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي. الناس اللي كيبقى ولدنا فرحنا ملي كان كيماركي بوت في السيفي، اي واحد كان فرحان. دابا كيدوز واحد الوقت اللي ماشي ساهل، ولا يستاهل يلعب غيلعب ولا ما يستاهلش ما غاديش يلعب. حنا غنشجعوا وغنعاونوا، علاش بحال اللي يقول ماشي اسبانيوليين اللي غيعاونوا المغاربه، وحنا خصنا نعاونوا. ومن بعد سقساني واش غيمشي في كاس العالم، ان شاء الله غيمشي. كان الثقة التي منحها إياه المدرب الركراكي في المونديال أثرا إيجابيا على مستوى يوسف، خاصة بعدما عانى من الانتقادات اللاذعة، وأصبح يقدم أداء متميزا ليحقق في العام الحالي 2023 10 أهداف خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات. أرقام يوسف لا تتوقف على الأندية فقط، بل حقق مهاجم أسود الأطلس في مسيرته مع المنتخب إنجازات لم يحققها أي لاعب من قبله، حيث سجل 4 أهداف في 3 نسخ متتالية لكأس إفريقيا. كما أصبح هداف العرب بتساوي مع السعوديين سامي جابر وسالم الدوسري، والتونسي وهبي الخزاري، والهداف المغربي الأول ب3 أهداف في مونديال، حيث اشتهر النصيري بتسجيل هدف من أعلى الارتقاء، حيث صعد في روسيا ليطل على جبالها بهدف خالد في مرمى حارس منتخب إسبانيا دخيا بارتقاء خيالي أمام راموس وبيكي، وارتقى ليطل على أبراج الدوحة ليسجل هدفا أسطوريا في شباك البرتغال أمام استسلام بيبي ودهشة رونالدو من كرسي الاحتياط. نصيري خريج أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا التي تعنى بالمواهب الكروية المغربية، ضرب بقوة في مباريات أسود الأطلس بمونديال قطر، وتوجها في المباراة الأخيرة ضد البرتغال بهدف هو 17 له في 55 مباراة دولية.